الشيء الواحد اللي بنأكد عليه هو أن هذه الإرادة لا تهتز ولن تهتز أبدا بحال من الأحوال، وهي إرادة الإصرار وإرادة استمرار القتال والدفاع عن النفس بكل الوسائل. هذا شعار الجميع. الشهيد خليل الوزير أبو جهاد، مهندس الانتفاضة وأمير الشهداء، العقل المدبر للانتفاضة الفلسطينية الأولى، والنواة الصلبة لكل الفصائل الفلسطينية، عنوان التحدي الصارخ لجنرالات الاحتلال الإسرائيلي، ومتراس العمل الوطني والعسكري، قائد ميداني لا تهمه التهديدات، ومناصر لجميع الثورات التحررية في العالم، أضخم مدرسة نضالية خرجت كبار المناضلين والمقاتلين، قدرة فائقة في السيطرة على الأزمات والعمل السري، صاحب أقوى استراتيجية نضالية عسكرية، قائد من القادة المخططين الرئيسيين لعمليات حركة فتح النوعية التي زعزعت مضاجع الاحتلال الإسرائيلي وحولت ليلهم نهارا ونهارهم ليل. رفيق من رفقاء الدرب والنضال للوالد الحنون الشهيد القائد ياسر عرفات، بدأ نضاله في عام 1953 واستمر على هذا الدرب حتى 16 من نيسان لعام 1988. الأخ أبو جهاد بدأ حياته مبكرا، حياته النضالية، وأيضا تزوج، والأخت جهاد شاركته بهاي المسيرة، وكان كل وقته للقضية الفلسطينية. أبو جهاد مفهوم معروف عنه قمة في التواضع، وهي الصفة بتوقع يعني بتميز فيها كل الإخوة في المواقع القيادية بالحركة، والواحد سعيد جدا أنه لا تزال حتى هذا اليوم أنه صفة التواضع لجأ الإخوة في قيادات الحركة في مختلف المواقع. وكان مفهوم عن أبو جهاد أيضا أنه هو عبارة عن إنسان مرجعية ومنتقل لكل كادرنا العسكري، بحيث كان يعيش دائما بين المقاتلين، وبالتالي كان دائما بيغلب على تفكيره اللي هو النضال والتضحية، ويقابل شباب تحمل روح على كفها في من أجل هدف التحرير. وكثير ما كان الشباب بالسابق يتصارعوا من يقوم بعملية في مواجهة الاحتلال. نأمل أن هؤلاء الشباب يبقوا قدوة للأجيال الحالية والأجيال القادمة بأنه أين فتح وأين المشروع الوطني وليس أين أنا. وبالتالي كان الأخ أبو جهاد مكتبه وقلبه وروحه مفتوحة لكل كادر الحركة، ولا يمكن تشعر أنه هناك فرق بين الأخ أبو جهاد وبين ضباط في الحركة أو كادر الحركة، إلا فقط في مدى الالتزام بالقرار الذي كان يصدر عنه، باعتباره أيضا نائب القائد العام لقوات الحركة، وأيضا نائب القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية ككل. كانت الثورة الفلسطينية في أوجها، وكانت عمليات حركة فتح النوعية تصل إلى 60 عملية في اليوم الواحد في كثير من الأحيان. من أبرز العمليات لأمير الشهداء عملية نسف خزان زوهر عام 1955، عملية نسف خط أنابيب المياه نفق عيلبون عام 1965، عملية فندق سافوي في تل أبيب وقتل 10 إسرائيليين عام 1975، عملية انفجار الشاحنة المفخخة في القدس عام 1975، عملية قتل ألبرت ليفي كبير خبراء المتفجرات ومساعده في نابلس عام 1976، عملية دلال المغرب التي قتل فيها أكثر من 37 إسرائيليا عام 1978، عملية قصف ميناء إيلات عام 1979، أسر 8 جنود إسرائيليين في لبنان ومبادلتهم ب5,000 معتقل لبناني وفلسطيني و100 من معتقلي الأراضي المحتلة عام 1982، اقتحام وتفجير مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور ما أدى إلى مصرع 76 ضابطا وجنديا بينهم 12 ضابطا يحملون رتبا رفيعة عام 1982،
إدارة حرب الاستنزاف من عام 1982 إلى عام 1984 في جنوب لبنان. عملية مفاعل ديمونة عام 1988 والتي كانت السبب الرئيسي لاغتياله في 16 من نيسان لعام 1988. نعود بالتاريخ إلى الوراء. الرملة، فلسطين المحتلة عام 1935. ولد الشهيد خليل إبراهيم محمود الوزير، وتفتحت عيناه على ثرى الوطن، وأدرك منذ طفولته أن أغرابا أتوا يعبثون بأرضه ويقتلون رجالها ونساءها، مما أثار بنفسه العداء المطلق للصهيونية. رحلة التهجير قد بدأت من الرملة إلى رام الله فغزة، رحلة جعلت منه وآلاف الفلسطينيين لاجئين في أرضهم. انتقل الشهيد إلى الإسكندرية، وهناك تلقى تعليمه الجامعي، ثم انتقل إلى السعودية وبعدها إلى الكويت، وهناك التقى برفيق دربه الشهيد والرئيس الراحل ياسر عرفات. عام 1953 قرر أبو جهاد تشكيل تنظيم جهادي، فتلقى تدريبه العسكري الأول، وبدأ أبو جهاد بإعداد مجموعته القتالية التي سميت بقوات الفدائيين. احتل القطاع عام 1956، فعاد إلى نشاطه ووقع في الأسر، وأفرج عنه عام 1958. كان أبو جهاد واحدا من مجموعة شبان قرروا اعتماد صيغة تشكيل تنظيم ائتلافي يضم مختلف الاتجاهات الفكرية، وهي الصيغة التي تشكلت منها حركة فتح لاحقا عام 1957 مع الشهيد القائد ياسر عرفات، والشهيد صلاح خلف أبو إياد، وسيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وسليم الزعنون أبو الأديب، وكمال عدوان وأبو يوسف النجار وآخرين. أعوام تمضي وقوات الثورة الفلسطينية تحارب لتثبيت وجود الثورة الفلسطينية على خارطة الأحداث بعد محاولة تصفيتها، لكن الصمود الأسطوري للثوار الفلسطينيين في معركة الكرم عام 1968 سحق الأسطورة الإسرائيلية للجيش الذي لا يقهر. ثمانية 88 يوما على حصار بيروت ومحاولة سحق الثورة الفلسطينية. استنزف أبو جهاد ومعه الثورة الفلسطينية في أيلول الأسود وحرب لبنان عام 1982، لكن أبو جهاد ورفيق دربه ياسر عرفات استطاعا مواصلة إدارة العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي. كان هنالك ما هو مميز في هذه المعركة بدقة. حصل ما بين ياسر عرفات وما بين خليل الوزير ما حصل بينهم أيضا في الكرامة. كل منهم يريد أن يدفع الآخر للخروج خارج الحصار ويبقى الآخر في داخل الحصار قبل اكتمال الحصار.
فضغط الشهيد ياسر عرفات على خليل الوزير ليخرج خارج الحصار ويستلم قيادة أو أن يقود المعركة من الجبل. كنت في الجبل، أتى علي الشهيد خليل الوزير وكلفني في قيادة الجبل، وعاد مرة أخرى إلى بيروت ليبقى هو وياسر عرفات والقيادة الفلسطينية في داخل الحصار. حقيقة معركة بيروت كانت من الضخامة إلى درجة كبيرة للغاية. وجود كل هذه القيادة أدى إلى هذا الصمود، لأن الجميع يدرك دور ياسر عرفات في قيادة الحالة كلها، دور الشهيد سعد صايل في قيادة العمل العسكري في المواقع، دور الشهيد خليل الوزير سواء في التواصل مع القوى الوطنية الفلسطينية واللبنانية أو في الحراك الميداني على المواقع. لم يكن يهدأ على الإطلاق ولا لحظة، وهو يتنقل ما بين المقاتلين من موقع لموقع ليحثهم، ليعوض خسائرهم، لينقل هذه القوة العسكرية من المكان الفلاني إلى المكان آخر، ليرفع من معنوياتهم. كل هذا التكامل ما بين هذه القيادة الفلسطينية هو الذي صنع الانتصار هناك في بيروت. العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بيروت والحصار اللي تم 88 يوم من الصمود للمقاتلين الفلسطينيين واللبنانيين ضد العدوان، كان في حاجات كثيرة من القصص. كنا نحن والأخ أبو عمار على اتصال مباشر ومستمر والتنسيق دائم لمواجهة أعباء المعركة، أعباء من عدة زوايا: العبء العسكري ومواجهة الجيش الإسرائيلي الذي كان يتقدم. أولا، كيف يمكن أن نأتي بالسلاح؟ كنا نقوم بعمليات التهريب حتى في أكبر حصار يمكن أن يحصل، وفي أكثر أيام القصف الإسرائيلي برا وبحرا وجوا كانت الدوريات أو وسائل إيصال السلاح تهريبا تصل إلينا إلى بيروت. هذه واحدة. ثم كيف نواجه الهجمة باستمرار ونرد عليها، إضافة إلى الواجب الإنساني الذي كان، كيف نعطي جهدنا لقضايا الجرحى والمصابين، كيف نعطي جهدنا لتموين الأهالي والشعب الذي كان تحت هذا الحصار، لأنه حتى المياه كنا نعطي جهدا. الأخ أبو عمار كان مثلا يمر على مراكز المياه أو على المستشفيات أو غير ذلك. هذه زاوية من الزوايا التي كانت تعمل. الاتصال كان مستمر أيضا في إدارة هذه التفاصيل بكل الوسائل، باللاسلكي، بالاتصال، اللقاء بين كل ساعة وأخرى نلتقي في مكان، والإسرائيليون يقومون بعملية انتقاء الأهداف. كلما شعروا أن هناك اجتماع مركز قيادي أو لقاء أبو عمار في مكان، يضرب مثل ما ضرب بالفاكيوم بومب إحدى العمارات وانهارت كلها بمن فيها أيضا. وهكذا كانت عملية المواجهة في خلال تلك المنطقة. في عام 1983 حدثت عملية تبادل للأسرى من أبرز وأضخم صفقات التبادل في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة منذ انطلاقتها، وتم إطلاق سراح 6 أسرى إسرائيليين مقابل 4700 معتقل فلسطيني من معتقلي أنصار ومن سجون الاحتلال، بالإضافة إلى استعادة وثائق مركز الأبحاث الفلسطيني.
كانت معركة مصير. كان هدفنا في ذلك الوقت أن لا نسلم، أن لا نستسلم. شارون أرسل لنا يقول يمكن أن تخرجوا والراية البيضاء تحت فوق رؤوسكم وتضعوا البنادق على الحاجز الإسرائيلي. كان الجواب والقرار لا، مستعدين أن نموت دون أن نستسلم، ولذلك صبرنا وقاتلنا. ثم بعد ذلك عرضوا علينا أن نخرج ولكن بتسليم البنادق تحت راية الصليب الأحمر. كان قرارنا أننا أيضا مستمرون في القتال ولن نخرج وليتقدم الإسرائيليون، وكنا واثقون أنهم لن يستطيعوا التقدم لأنهم يعرفوا في كل شبر، في كل حجر، في كل عمارة سيدفعوا ثمن غالي، ونحن نعرف كم يحاول الإسرائيليون أن يحافظوا على قواتهم وعلى الناحية البشرية لديهم. ولذلك نحن في مسيرتنا كان التركيز على كيف يمكن أن نصمد، إلى أن جاءنا بعدها النداء الإنساني من إخوتنا من أبناء الشعب اللبناني إنه يكفي هنا. ولذلك كان إصرارنا أن نخرج مرفوعين الرأس بكرامتنا، البنادق بأيدينا، بملابسنا العسكرية، وخرجنا بالطريقة الكريمة التي رآها العالم وشاهدها على شاشات التلفزيون، والتي ساهمت فرنسا أيضا في نقل شبابنا بواسطة الأسطول مباشرة. أطلق أبو جهاد شرارة الانتفاضة عام 1987 وبدأ بإدارة المعركة داخل الأراضي المحتلة وخارجها. شعرت إسرائيل بخطورة أبو جهاد لما يحمله من أفكار ولما قام به من عمليات جريئة. ممارسات خليل الوزير الميدانية التي لها تفسير استراتيجي وسياسي في هذا الموضوع، وهذا ما حصل في الانتفاضة. بعد الخروج من بيروت كان يدرك خليل الوزير بحسه السياسي والاستراتيجي الواضح أن الهدف هو إبعاد الثورة عن محيط فلسطين حتى ترتاح إسرائيل، وإبعاد الثورة إلى المهجر. ومن أجل ذلك ونحن في بيروت وبعد ذلك وأثناء طرابلس بذل جهدا كبيرا جدا خليل الوزير للعمل على الأرض المحتلة، ونحن في ظل معركة هناك، في إنشاء لجان الشبيبة، لجان الشبيبة للعمل الاجتماعي، لجان الشبيبة العمالية، المرأة، كل ما إلى ذلك هنا في داخل الوطن المحتل. كان الهدف السياسي والاستراتيجي هو إذا ابتعدت الثورة عن محيط فلسطين أن يتواجد من يحمل الراية، أن لا يرتاح هذا العدو المحتل، أن تبقى جذوة الصراع قائمة. صباح 16 من نيسان تم إنزال 20 عنصرا مدربا من الموساد من 4 سفن وغواصتين وزوارق مطاطية وطائرتين عموديتين للمساندة على شاطئ الرواد قرب ميناء قرطاج في تونس. وجهتهم واحدة، هدفهم واحد، بيت خليل الوزير أبو جهاد واغتياله.
استشهد أبو جهاد وارتفعت الأعلام الفلسطينية والأعلام السوداء على المنازل والأبنية والمساجد والكنائس. خرجت المسيرات الغاضبة في كل أنحاء العالم والعواصم. وكتب رفيقه في النضال سليم الزعنون أبو الأديب يقول: ودعت في درب الجهاد خليلا، وحبست دمع الذكريات الأولى، يا من ملكت من القلوب أعزها، وأنهرت بالفكر السديد عقولا. يا حمزة الشهداء يا رمز الفداء، إنا فقدنا الصارم المصقولا. قد كنت أصغرنا وكنت أمامنا، نزهو ونفخر إذ تقود الجيلا، وسبقتنا في موكب لا ينتهي، شهداؤه ما بدلوا تبديلا. ملأوا السماء بطيفهم وبنورهم، ولطالما اشتاقوا إليك طويلا. يلقاك عند الله من سبقوا وهم قد أكثروا التكبير والتهليل. قد كنت في أفق الحياة حياتهم، واليوم في الجنات صرت وكيلا. هذه الحياة بكت عليه بحرقة، وهو الذي وهب الحياة جميلا. كنت الجواب وكنت فارس دربنا، بل كنت سيفا للفدا مسلولا. دوما ستبقى ملهما ومعلما، إن الرواية لم تتم فصولا. إيمان حر وانتصار إرادة، ونضال شعب يستقيم طويلا. وحنان نفس بل عقيدة مؤمن، لم يرضى يوما أن يموت قتيلا.